اليوم قصتنا على مثل ما رضى بجزة رضى بجزة وخروف. يقولون اكو راعي عنده حلال هواي، واكو حرامية اثنين حاولوا يبوقون هذا الراعي، يعني مخلين عينهم على الحلال، فحاولوا يبوقونه وما قدروا. ليش؟ لان كان اكو اسلاك شائكة، وكانت حراسة الراعي قوية للحلال، ويعني الله يحبه وما نباق. بس ذولا قدروا يبوقون جزة خروف. شنو الجزة هسه؟ تجون تقولون شنو الجزة مال الخروف؟ جزة الخروف يعني جلد الخروف ورا ما يصلخونه، يذبحونه ويصلخونه جلد الخروف. ذولا باقوا جلد الخروف وشردوا. الراعي حس، لحقهم، ظل يلحق بيهم، تيه ذاك اللي ما عنده جزه وظل يمشي ورا من؟ ورا العده جزه. اللي ما عنده جزه قال لك خلينا نرجع. رجع وين؟ للزريبه. هسه يقولون شنو الزريبه؟ البيت اللي قاعد بيه اللي بات بيه الحلال، اللي مكان اللي يبيتون بيه الحلال، هذا هو الزريبه. رجع المكان الحلال وباق له خروف دبل فول اوبشن وفلت بيه. رجع الراعي مسيطر، قال لك هي جزه. شو هذا؟ رجع لي قال لك الخروف ماكو، اغلى خروف عنده ابو قرون. طافر بالخروف، قاعد ظل يلوم نفسه، هسه لو ماخذين الجزه. وهو هنا انطبق عليه هذا المثل، وصار علج حلق الناس والرايح والجاي يلومه. فطلقوا عليه هذا المثل، ما رضى بجزه رضى بجزه وخروف. وهذا المثل هسه ينطبق علينا احنا الشعب العراقي، يا ما نرضى به يجي ثاني يوم اضبط من عنده ويبوقنا وياكلنا من هالفج الهالفج.